اهلا بيكم في فيديو جديد لفيلم جديد. فيلمنا النهارده هو اسمه ليجند اوف كينج فو رابت. بيبدأ الفيلم بأستاذ الكونج فو الرائع لاو جون زو شيفو، بس كل تلامذته بيقولوا له المعلم شيفو. كان بيدرب تلميذه الأرنب بيجي وطلب منه يسلم رسالة لبنته بيوني اللي طلب منها ما تلومش نفسها على اللي حصل. وبعد ما بيجي أخد منه الرسالة ومشي، جت مجموعة مقاتلة وهجموا على شيفو، وكان عايز زعيمهم بند عملاق اسمه شيونج بياما إنه يحكم المكان ويبقى هو واللي معاه المسيطرين على أكاديمية النمور. وطلب من شيفو إنه يسلمه ميداليته ولقبه، بس شيفو رفض وقتله هو واللي معاه. وكانت النتيجة انه اتجرح واتسمم، فرمى عليهم قنبلة غاز وهرب منهم، بس للأسف صابه السم، ومن كتر التعب والسم اللي بقى بيجري في دمه ما قدرش يبعد لمسافة كبيرة، ومحدش عارف ايه اللي حصل له او ايه مصيره. وعلشان تعرفوا لازم تكملوا الفيديو للآخر، بس ياريت في الأول تدعمونا بلايك للفيديو وشير، ولو انت أول مرة بتشوفنا يبقى لازم تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل فيديو بنعمله. بنتعرف على الأرنب الأبيض تي إيرا وهو بيشتغل في المخبز، ومن كتر حبه في الكونج فو بقى بيعمل حركاته حتى مع العجين، وكان نفسه جدا يكون طباخ مشهور. وبعد ما خبز الكحك اللي كان بيعمله وطبعا كان عليه صورته، أخده علشان يبيعه. وأول ما خرج من المحل بتاعه خبط في حد قاعد في الأرض، وده خلى الكحك كله يقع، فقعد على الأرض يلمه، ولأن نظره ضعيف مسك رجل اللي اتكعبل فيه وكان فاكره كحكة من كحكاته. بس أول ما حس إن دي رجل حد اتخض، والحد ده كان شيفو واقع على الأرض وفقد الوعي، فشالوا تي إيرا وأخدوا على بيته نيموا على سريره وعالجوا جروحه. ولما فاق شيفو قال له إن الجروح مش هتتعالج ولا حتى السم مفعوله هيروح، لأنه السم قاتل وبقاله مدة في جسمه. وقبل ما يموت ادى لتي إيرا كل معلومات الكونج فو اللي يعرفها، وطلب منه يروح لأكاديمية النمر في بكين ويسلم الميدالية بتاعته لبنته بيوني. وبعد ما خلص وصيته مات. وبعد فترة جهز تي إيرا نفسه علشان يروح يدور على بيوني ويدي لها الميدالية اللي معاه، بس وهو في الطريق عدى على غابة وكانت الأرض مش مستوية خالص، وبقى طول ما هو ماشي بيوقع لحد ما جه الليل، ومن كتر التعب نام من غير ما يحس. واللي صحاه صوت 2 حرامية كانوا بيلونوا وشهم وجسمهم علشان يغيروا شكلهم ومحدش يتعرف عليهم وهما بيسرقوا. فقرب منهم تيرا وسألهم عن المكان اللي فيه أكاديمية النمر، وما كانش يعرف إنه رايح لقطاع الطرق برجليه. ولما استوعب إنهم هيسرقوه هرب على طول، وهما كمان جري وراه لحد ما وقفوه. كان صوتهم عالي جدا فسمعهم بيوني وبيجي، فقرروا انهم يساعدوا تي إيرا ويخلصوه من قطاع الطرق. وفعلا قطاع الطرق هربوا، وشكرهم تي إيرا على مساعدتهم لانه من غيرهم ما كانش هيعرف يعمل حاجه. ولما سالهم عن اسمها قالت له بيوني، بس هو اسمها شوني، فشكرها لتاني مره وكل واحد كمل طريقه لوحده. اما تيامبا فراح له مجموعه من الحيوانات وسالوه عن مكان شيفو، وكانوا حاسين انه عمل له حاجه. فقال لهم تيامبا ان في يوم هجمت الذئاب المدينه كلها، ولما جه شيفو يقف قصادهم ضربوه ضرب جامد لحد ما مات. وقال لهم انه قبل ما يموت طلع ميداليات واداها له، وطبعا ما حدش صدقه وطلبوا منه يوروا له الميداليه لو فعلا معاه. فهاجمهم تيامبا بالسم بتاعه. وفي نفس الوقت ده كانت بيوني قاعده مع بيجي وبتقرا رساله والدها ليها، وكانت زعلانه ومتاثره جدا، فاخدها بيجي على البيت. ومن ناحيه تانية وصل تي إيرا للمدينه وكان مبهور بكل حاجه فيها، وراح لبياع وساله عن مكان اكاديميه النمور. فقال البياع ان المكان مش بعيد ووصفه له، وهو في الطريق سمع اسم بيوني وفضل يلتفت يمين وشمال علشان يلاقيها، بس الدنيا كانت زحمه جدا وكان في حراس تيران مش عارفين يعدوا منه، فاتخانقوا معاه وعدوا وهو راح وراهم. اول ما وصل لاكاديميه النمور لقى اعلان وظيفه مكتوب فيه ان مطلوب مساعد طباخ، فقدم للوظيفه واتقبل على طول. وكانت اول مهمه ليه في الشغل انه يحط الاكل لتيامبا ورجالته اللي كانوا بيحتفلوا بانهم خلصوا من شيفو. واول ما وصل لهم تيرا بدل ما يقدم لهم الاطباق رماها في الارض وصرخ، ولما لقى الكل بص عليه ومستغرب فهم انه عمل حاجه غلط، وعلشان يداري على عملته عمل نفسه بيرقص وبيمثل مشهد، وقال اسم بيوني في المشهد اللي مثله. فاتدخل رئيس الطباخين بسرعه وحذره من انه يقول اسم بيوني تاني، لان تيامبا لو سمعه هيقتله. وكانت بيوني في السوق علشان تشتري هديه لوالدها تديها له اول ما تشوفه، فقال لها البياع ان والدها مش لاقيينه بقاله اكتر من يوم. فدخل بيجي لاكاديميه النمور علشان يتجسس على تيامبا على امل انه يعرف اي معلومه عن شيفو، بس تيامبا شافه وخلى رجالته يمسكوه ويحبسوه. فجت بيوني وانقذته واخدته ومشت. وتاني يوم الصبح صحي تي إيرا على صوت رئيس الطباخين طلب منه انه يغسل الاطباق. وبعد ما لم الاطباق خرج علشان يوديها المغسله، واتصدم لما لقى كل الموجودين بيتمرنوا كونج فو، وبقى بيعدي ما بينهم بالاطباق بالعافيه لحد ما اتكعبل ووقع وكسر كل الاطباق. وحظه الوحش كمل معاه لما جه يوقف فاتزحلق في قشره موز ووقع على جهاز التدريب اتخبط فيه والكل ضحك عليه. وبعد ما اليوم انتهى كان تعبان جدا ونام من غير ما يحس. وفي الوقت ده كانت بيوني ومعاها بيجي بيحاولوا يدخلوا لأكاديمية النمور من غير ما حد يشوفهم، وقدرت انها توصل لأوضة تيامبا وسألته عن والدها. فكدب تيامبا عليها وقال لها ان شيفو بنفسه طلب منه انه يكون رئيس الأكاديمية مكانه، وطبعا ما صدقتهوش وطلبت منه يوري لها ميدالية شيفو اللي معاه لو فعلا بيقول الحق ومش بيكذب، لان الميدالية هي رمز زعامة المكان.
فعمل نفسه ماسك الميدالية بإيديه وحضر مخالبه وجرحها بيها على إخوانها، وطبعا دراعها اتجرح فقررت إنها تهرب بسرعة قبل ما يأذيها أكتر من كده. بس تيامبا ما سابهاش وجري وراها، مسك في طيارتها الورق وفضل يقتلها، فاتدخل بيجي وعضه من إيديه خلاه ساب الطيارة وهرب هو وبيوني بعيد عنه. وأمر تيامبا رجالته إنهم يدوروا عليه ويجيبوه له. وتاني يوم الصبح صحي تييرا في الغابة على صوت بيجي وهو بيعيط لأن بيوني كانت تعبانة جدا، فجري عليهم تييرا وأخدهم وداهم لمكان ما فيهوش حد وعالجهم هما الاتنين وسابهم وراح حضر لهم أكل، وفضل قاعد جنب بيوني لحد ما فاقت وبدأت تسترجع صحتها. ولما بقت بتتفرج على تييرا وهو بيطبخ حست انه خبير سري في الكونج فو من كتر الحركات اللي بيعملها وهو بيحضر الاكل. وبعد ما تييرا اطمن عليهم خالص راح لشغله في اكاديميه النمور ونظف المطبخ خلاه يبرق. وبعد شويه وصل واحد من العمال وقال لتييرا ان في حد اقتحم اكاديميه النمور امبارح، واللي عمل كده كانت بنت لابسه اسود وكان معاها ارنب صغير، وهربوا هما الاتنين بطياره ورق. ففكر تييرا وفهم ان الاتنين اللي ساعدهم واخدهم عنده هما اللي عملوا كده، وقرر ان لما يرجع يسالهم. بس لما خلص شغله كان تعبان قوي ونام من غير ما يحس، وحلم بشيفو وساله ازاي يلاقي بنت بيوني. فقال له شيفو ان الطريقه الوحيده اللي تخليه يوصل لبنته هي انه يستخدم القوه الداخليه للكونج فو ويتواصل معاها روحيا. فقال له تييرا انه ما يفهمش حاجه من اللي بيقوله ده لانه مجرد ارنب بيحب يطبخ وينظف وما يعرفش حاجه عن الكونج فو. فعلمه شيفو ازاي ممكن يستكشف قوته الداخليه ويستخدمها. ولما صحي من النوم طبق الخطوات اللي قال له عليها شيفو، وقتها فعلا استكشف قوته الداخليه. وتاني يوم الصبح فضل يتمرن ويعمل حركات كونج فو، مع كل حركه بيتحركها وهو بيغسل الاطباق وبيطبخ وبينظف وبيوصل ميه كمان. والمره دي عدى وسط المتدربين من غير ما يوقع الاطباق اللي معاه. وكل يوم لازم يروح لبيوني يطمن عليها، ولاحظ انها بتسترد صحتها كل يوم عن اللي قبله، وبقت تتكلم معاه وتساله هو مين وليه جاي للمدينه دي بالذات. فقال لها انه جاي علشان يدور على بنت واحد عجوز لقاه في الشارع وحاول ينقذه وما لقاهاش، وما يعرفش اسم البنت ولا اسم العجوز. ولما سالته عن شغله قال لها انه مساعد طباخ في اكاديميه النمور. وقتها حست بيوني ان خاين ومن ضمن الاشرار، فسكتت وما كملتش كلامها معاه. ولما حست تييرا ان طريقتها اتغيرت فجأة شك ان في حاجة غلط حصلت او انه ضايقها بكلامه، فسابها وراح لشغله. وتاني يوم راح لها علشان يطمن عليها زي كل يوم، وما كانش يعرف ان رجالة تيامبا بيراقبوه وعرفوا مكان بيوني عن طريقه، وعرفوا كمان ان تييرا هو اللي كان مخبيها منهم، علشان كده مسكوه كتفوه وسجنوه في زنزانة في أكاديمية النمور. في الوقت ده عمل تيامبا بطولة لتحديد الشخص اللي هيكون معلم ورئيس الأكاديمية الجديد، وجمع كل طلاب الكونج فو. وكمان كان في متفرجين كتير من الجمهور، وقال لهم تيامبا انه هيستبدل الميدالية الوراثية اللي بيستخدموها في كل مسابقة بميدالية جديدة، وكل الموجودين اعترضوا جدا على ده. فوقف تيامبا بمنتهى الغرور وقال لهم ان اي حد هيعترض على كلامه قبل ما يعترض يدخل حلبة القتال ويواجهه، ولو حد قدر يهزمه وقتها يتخلى تيامبا عن منصب قائد ورئيس الأكاديمية ليه. وطلع له المحاربين واحد ورا التاني على ساحة القتال، واولهم كان السلحفاه لوزيم، وقال انه مش موافق ابدا ان تيامبا ياخد مكان المعلم شيفو. فهجم عليه تيامبا من غير رحمه لانه اتضايق من كلامه، وفضل يضربه لحد ما هزمه وخلاه يفقد وعيه خالص. وبعدها وقف تيامبا بعلو صوته يتحدى اي حد من الموجودين، فجاله نمرين وتحدوه بالسيوف، واحد اسمه شاكا والتاني اسمه باكا. فسحب تيامبا سيفه وقتلهم بيه، وكان القتال عنيف جدا، ولان النمرين كانوا اضعف من تيامبا قوي ضربهم هما الاتنين وانتصر عليهم زي اللي قبلهم. وفضل الحال مستمر على كده لحد ما وصلت بيوني ووقفت تحدته، وكانت مهارات بيوني باينه من اول ثانيه ليها في صاله القتال. ولما كانت خلاص هتهزم تيامبا اتصرف وطلب من رجالته انهم يساعدوه، وهجموا عليها على انهم اتنين من المعارضين ليها. وطبعا من كتر القتال تعبت بيوني، ولما جه تيامبا هاجمها فما قدرتش تقف قصاده ووقعت قدام كل الموجودين في ساحه القتال. وكان في الوقت ده تييرا بيحاول انه يتمرن على القوة الداخلية، ولما وقع بيوني في ساحة القتال حس تييرا بيها وتوقع انها في خطر، فحرر نفسه من السجن وخرج لها على طول وطار في الجو لحد ما وصل لساحة القتال. ونزل تيامبا اللي كان متفاجئ ومش عارف ازاي تييرا قدر انه يعمل كده. ووقف تييرا لقى بيوني واقفة وفهم انها هي بنت شيفو، فقال قدام كل الموجودين ان والدها اداله ميداليته امانة علشان يوصلها لها. واول تيامبا ما سمع الكلام ده طلب منه يديله الميدالية، بس تييرا رفض فحضر نفسه انه يقتله بسيفه. فبعدته بوني ووقفت قدام تيامبا وحاولت تاخد منه السيف، بس ما قدرتش لان وقتها كانت ضعيفه جدا. وقعها تيامبا في الارض وجهز نفسه علشان يهاجمها بسيفه بكل قوته. فرمى تييرا الميداليه على السيف كسره لحتت صغيره وراح انقذ بيوني وبعدها عنه. وكان تيامبا فرحان جدا ان اخيرا اخذ الميداليه، وحاول تييرا انه ياخد منه الميداليه تاني، بس رجاله تيامبا طلعوا له على ساحه القتال واتلموا حواليه وحاصروه من كل اتجاه علشان يقبضوا عليه. فاستخدم الكونج فو قدر انه يهزم معظم رجاله تيامبا، والباقيين خافوا وهربوا. فقرب من تيامبا وضربه بنفسه لحد ما وقعه، بس تييرا فاجئه وفاجئ كل الموجودين وقام مره واحده هجم عليه وضربه لحد ما هزمه. والكل وقف مصدوم ومش مصدق عينيه. واخد تييرا الميداليه من تيامبا واداها لبيوني، فشكرته وطلبت منه انهم يكونوا اصدقاء. وراحوا هما الاتنين ومعاهم بيجي على الغابه وناموا على الاعشاب وبصوا للسما الصافيه، وقرروا انهم يستمتعوا بالجو الحلو وبس. وسألت بيوني تييرا اذا كان عايز يبقى خبير ومعلم كونج فو كبير ولا لا، فقال لها انه عايز يكون طباخ.
وهما بيتكلموا بقى سمعوا صوت حد بيطلب المساعدة، فجريوا على هناك وراحوا هما التلاتة يساعدوا اللي محتاجهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا النهاردة، وتعلمنا منه إنه ما ينفعش أبدا ما نقدمش المساعدة لأي حد محتاجها، لأن المساعدة دايما بتقوي صاحبها زي ما حصل مع تييرا وقت ما ساعد بيوني، فكان ده نفس الوقت اللي اكتشف فيه قوته الحقيقية وبقى عنده أفضل صديق جديد له. وحكمة دايما لازم ما ننساهاش إن الجشع بيدمر صاحبه. وقبل ما اسيبكم خلوني افكركم باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو بنعمله. لحد الفيديو الجاي، سلام.